السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. النهارده حلقتنا شيقه جدا، وهي عن عوايد وتقاليد المصريين اللي احنا خدناها من اجدادنا. عوايد غريبه جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه هنتكلم عن حاجات المصريين بيتشائموا منها واحنا توارثناها من اجدادنا برضو. وكمان هقول لكم على حاجه مش هتصدقوها، ان احنا لسه بنتكلم لغه رغرافيه. ايوه، لسه بنتكلم لغه القدماء المصريين. خليكم معايا لاخر الفيديو تشوف ايه الموضوع ده. العوايد والتقاليد اللي المصريين ورثوها من اجدادنا الفراعنه، وهي الخرزه الزرقاء. طب ايه قصه الخرزه الزرقاء دي يا دينا؟ طبعا احنا عندنا في مصر ان الخرزه الزرقاء دي يعني بتحمينا من الحسد ومن السحر ومن اي حاجه وحشه، يعني من اي طاقه سلبيه. طب ايه قصتها؟ قصتها ان المصريين كانوا زمان المصريين القدماء بيلبسوها كشكل قلاده، وهي عباره عن عين ولون ازرق كده حواليه. العين المبرقه دي اعتقادهم ان هي بتحرس صاحبها. اما اللون اللبني ده وهو الاله رع، اللي هو بيرمز للون اللبني في السماء، فهو يعني اله رع، يعني بيحميهم من الشرور والسحر واي حاجه وحشه. لحد دلوقتي المصريين في منهم بيعتقدوا الموضوع ده ولسه بيلبسوه. اما بقى احنا كمصريين بنيجي نقول امسك الخشب، يعني مثلا ايه امسك الخشب؟ امسك الخشب لما يكون حد مثلا خايف من الحسد، فبقول له مثلا واحد يجي يقول له يا عم ده انت عندك فلوس كتيره، يا عم عندك عربيه، فبيجي صاحب اللي هو بيتحسد ده يقول له يا عم امسك الخشب ويقعد يعمل كده على الخشب ويمسح عليه. طب ايه قصه الخشب ده وايه امسك الخشب دي؟ الموضوع ده بيرجع للامبراطور قسطنطين، وهو كان معتنق المسيحيه، وكان مخلي المسيحيين يعملوا الحريه في الديانه بتاعتهم. فكانوا المؤمنين من المسيحيين كانوا بيمشوا في الشوارع وبيرفعوا الخشب اللي هو الصليبي، يقعدوا يمسحوا فيه على اساس ان هم ياخدوا منه البركه. فالموضوع ده بقت عاده مصريه، المصريين بقى هم كمان يمسحوا على اساس ان يطلع منها يعني البركه. العوايد والتقاليد ان المصريين خدوها من اجدادنا اللي هم الفراعنه، اللي هي السبوع بتاع الطفل اللي هو لسه النون لسه مولود، فبيعملوا له اسبوع لازم يسبعوا له، يعني 7 يوم في الاسبوع يعملوا له اسبوع. في اعتقادهم ان اليوم السابع ده ان المولود بيسمع كويس قوي، فبيروحوا يجيبوا الهون اللي هو النحاس ويقعدوا يدقوا على اساس ان هو يتعود على الدوشه. يقعدوا يدقوا يقول اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. ويقعدوا بقى ايه الاطفال يقعدوا يلعبوا حوالين الطفل وهو في المدخل ده، يقولوا حلقاتك برجلاتك. طب ايه حلقاتك دي؟ حلقاتك دي هم بيقولوا حلقاتك اللي هو الحلق الذهب للبنات، وبرجلاتك بقى اللي هو يعني اقف على رجليك وامشي. موضوع السبوع اللي احنا بنفرعه على الاطفال اللي هو عباره عن حلويات وفشار على الاطفال. طب ايه السبب؟ السبب بيقولوا ان المصريين ان الطفل الصغير بيدي هديه للاطفال على اساس ان هو يكبر ويبقى زيه. يا دينا ايه بقى موضوع ان الاطفال بيبقى معاهم شموع كده يلفوا حوالين الطفل؟ الشموع ده بيقولوا القدماء المصريين يعني كأنك بتقول العمر كله للطفل، يعني عمره يبقى طويل وما يطفوش الشمع ده، عشان كده غلط. عوايد وتقاليد برضو المصريين خدناها في السبوع، ان الطفل بنجيب صينيه كده بنحط عليها فلوس من فضه، على اعتقاد يعني ان ربنا يوسع عليه ان شاء الله لما يكبر وربنا يرزقه. سيها في ركبتها عشان تحصليها في جمعتها. المثل ده دايما بنقوله المصريين، وعلى فكره لحد دلوقتي احنا بنقوله لما نكون مثلا واحده لسه ما اتجوزتش وليها اخت او صديقه او قريبتها بتتجوز، فالبنت اللي هي ما اتجوزتش تروح تقرص اللي هي العروسه على اساس يعني ان هي تتجوز بعديها على طول. طب هي ليها قصه؟ ايوه هي ليها قصه. القصه بقى ان كان في بنت من الصعيد كانت عروسه، وكانت معاها صاحبتها، وصاحبتها دي كانت لسه ما اتجوزتش. فالبنت اللي كانت داخله على الجواز كانت خلاص دخلتها كان تاني يوم، فالعروسه قعدت تعاير البنت اللي ما اتجوزتش. فالبنت اللي ما اتجوزتش تسكت؟ لا ما تسكتش، راحت مسكتها ضربتها العلقه وقرصتها من ركبتها. كان ساعتها كان في شباب واقفه بتتفرج عليهم، ففي واحد من الشباب شافوا البنت اللي بتقرصها من ركبتها فاعجب بيها بشجاعتها وطلب ايديها. عوايد وتقاليد المصريين ان البنت اللي ما بتخلفش تيجي الستات الكبيره تروح تقول لها انت لازم تتخضي عشان تجيبي المولود، فياخدوا البنت يعني يربطوها من ايدين ورجلين ويربطوها عند ناحيه الحديد القضيب عند القطر علشان يخضها، واعتقادهم ان لما تتخض ان هي كده هتخلف. والعاده والتقاليد دي لحد دلوقتي لسه موجوده كمان في الارياف.
بقى من العوايد والتقاليد في مصر وخصوصا في الصعيد ان العروسه وهي لابسه فستانها الابيض ما تدخلش بيتها الا لما تكون حماتها تديلها كوبايه اللبن. حماتها بقى اخت جوزها، حد من اهل جوزها يديلها لازم كوبايه اللبن. هم بيقولوا ان هم بيستبشروا باللبن لانه ده بيبقى خير وبيشيل النحس من على العروسه وما تدخلش بيتها لما تشرب اللبن. ماشي. من العوايد والتقاليد المصريين لما حد يجي يموت وندفنه بتلاقي الناس بتقعد ترش ورا الميت كده ميه. ففي ناس كتيره هو ليه الناس بترش ميه؟ اعتقادنا كمصريين لما تيجي ترش الميه يعني كانك بتقول ان الميت علشان الميت ما ياخدش حد من اهله، يعني ما فيش حد من بيت الميت يموت يعني وراه. مش احنا لسه بنتكلم لغه جغرافيه؟ طب حد هيقول لي ايه اللغه الهيروغرافيه دي يا دينا؟ هم لغه القدماء المصريين وهي عباره عن رموز بتتكتب على الجدران. وجي ساعتها اللي فكوا الرموز دي كانوا الفرنسيين لما جم احتلوا مصر الحجر الرشيد، تمام؟ فالرموز دي ليها كلمات لحد دلوقتي احنا لسه بنتكلمها. والله العظيم انتوا مش هتصدقوا. اول حاجه كلمه نونو. نونو دي لغه هيروغرافيه. نونو ده يعني الولد الرضيع، طبعا انتوا عارفين كمصريين عارفين كلمه نونو اللي هو الطفل اللي لسه مولود. وامبو، امبو برضو كلمه هيروغرافيه مش لغه اطفال على فكره. امبو دي يعني عايز يشرب. وكلمه عايز مام دي برضو لغه هيروغرافيه. مام يعني الاكل. وده بطحني في راسي، بطحني يعني فتح راسي. وكمان كلمات طنش يا عم طنش دي مش ما طلعتش لغه عاميه ولا احنا الفناها، ده طلعت لغه هيروغرافيه. حاجات المصريين لحد دلوقتي لسه بيتشاموا منها، واحنا الموضوع ده احنا واخدينه من اجدادنا ومعتقدين ان هي حاجه وحشه. زي مثلا اول حاجه البومه. لما نيجي نشوف البومه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان هي يعني ما بنيجي نشوفها نقول ان البومه دي بترمز ان هي بتعيش في البيوت المهجوره. والبيت المهجور لما نلاقيه واقف على اي بيت في ناس نقول بس كده البيت ده هيتخرب. حاجات برضو المصريين بيتشائموا منها اللي احنا واخدينها من اجدادنا، زي لما بنيجي نشوف الغراب. لما نشوف الغراب واقف على بيت ولا بيعمل صوت بسم الله الرحمن الرحيم، يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب ربنا اللهم اجعله خير، على اساس ان الغراب جاي ياخد حد يعني يموته، فخلاص البيت ده في حد هيموت. فالحاجه دي يعني بنتشائم منها، ومجرد ان نشوف الغراب يبقى خلاص ويقف على بيت يبقى خلاص كده حد من البيت ده هيموت. حاجات برضو اللي بنتشائم منها كمصريين. كان زمان اجدادنا يقعدوا اوعى تلعب بالمقص تفتح وتقفل كده، ان هي بتجيب النحس لاهل البيت. فانا مش عارفه، انا كنت زمان بصدق بصراحه، وكنت بخاف ان انا العب بالمقص. بس من ناحيه تانية اجدادنا كانوا يقعدوا يقولوا اوعى تلعب بالمقص عشان انت بتقصقص الميتين. حاجات برضو المصريين بيتشائموا منها الا وهي يوم الثلاثاء. الناس بتتشائم من يوم الثلاث على اساس ان هو يعني في اعتقادهم ان هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه الشر. فبيقول لك بيخافوا قوي انه يخرجوا يوم الثلاث على اساس ان ربنا يستر ما يجيب لهمش مشاكل، وان يوم الثلاث ده يوم كده ملوش اي لازمه كده في وسط الاسبوع، وتلاقي المواصلات زحمه وتلاقي المصالح الحكوميه زحمه والناس مش طايقه نفسها. فالناس بيقولوا ايه يوم الثلاث ده يوم الناس بتشائم منه، لان اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه الشر. وصلنا لاخر حلقتنا، ورب يكون الحلقه عجبتكم. استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.